السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله في اطار حلويات العيد غنخدم معكم صابلي اللي كيجي ناجح، ما كيتغير الشكل ديالو في الفرن، كيبقى مقرمش مده طويله باشكال اللي مختلفه. عندي هنا بالنسبه للمقادير كنحتاج 250 غرام تاع الزبده، كنحتاج كذلك واحد الفلون بنكهه الكراميل، حبتين نتاع البيض، كاس ونصف نتاع السكر سنيده، وكنحتاج 2 كؤوس نتاع الزيت. هما المقادير نتاع الصابلي. هنا بالنسبه الا كان عندكم يعني حليب بودره ممكن تضيف واحد 2 معالق كبار، يزيد واحد البنه للصابلي. هنا في اناء كناخذ الزبده ديالي او في قصريه، كنضيف ليها السكر وكنضيف الفلون بنكهه الكراميل، وكنخدم مزيان الزبده مع السكر. دائما في اي نوع تاع الحلويات من الافضل ان الزبده ديالكم تكون بحراره المطبخ باش تعاونكم في الخدمه. من بعد ما خدمنا مزيان السكر مع الزبده كنضيفوا الزيت، كنحاولوا ندخلوا مزيان ديك الزيت مع الزبده بهذه الطريقه، وحنا كان معكم مزيان الزبده مع الزيت. حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي يكون متجانس. من بعد كنضيف البيض وكنستمر في الخلط بهذه الطريقه. اهم حاجه في العجينه نتاع الصابلي هي اننا نخدموا الزبده مزيان في الاول. هنا من بعد ما يعني حصلنا على خليط على شكل بوماد كنضيفوا الدقيق بالتدريج، وحنا كنجمعوا فقط باطراف الاصابع، ما كنعجنوش العجين، يعني ما كندلكوش العجينه، كنحاولوا نجمعوا فقط العجين باطراف الاصابع وحنا كنضيفوا الدقيق بهذه الطريقه. يعني فقط كنجمعوا العجين خصوش يكون يعني قاصح بزاف، حاولوا ديروه يعني يبقى شويه لين هكا. كنحتفظ بالعجين ديالي في كيس بلاستيكي وكندخلو للثلاجه مده نصف ساعه. هنا من بعد مده نصف ساعه كناخذ كميه من العجين، كنطلقها دائما باستعمال ورق الزبده او كيس بلاستيكي، حيت كنقطعوا يعني كنسرحوا طبقه رقيقه غتلتصق لينا في سطح العمل. هنا دائما الصابلي ديالكم حاولوا يكون يعني رقيق، ما يكونش السمك ديالو غليظ باش كيجينا يعني زوين في المنظر. هنا غنستعمل انا هاد القطاعات اللي يكونوا مختلفين، نتوما استعملوا اي نوع تاع القطاعات عندكم اللي متوفرين عندكم، يعني ماشي شرط يكونوا يعني نفس النوع ديال القطاعات. هذا هو السمك نتاع الصابلي، وكندخلو الفرن يطيب على نار مهيله حتى كياخذ لينا هذا اللون الذهبي. هنا غندوز معكم بعد ما طاب ليا الصابلي التشكيل او طريقه التزيين تاع هذا الصابلي هذا. هنا غنبدا معكم في الشكل الاول، كناخذ اللي شكلته بشكل دائري، يعني دائره يعني فيها الثقب في الوسط ودائره مسدوده. كناخذ كميه من التعليكه وكندهنها على الوجه وكنفندو في قوقعه مهرمش. هنا بالنسبه الى ما عندكمش يعني قطعه دائريه اللي فيها داك الثقب في الوسط، كتقطعوا يعني دائره وكتجيبوا شي بوق او شي يعني شي مغطاء او شي حاجه وكديروا ديك يعني ديك الدائره في الوسط او داك الثقب في الوسط، وكنلصق هكا حبه فوق حبه وكنزين بحبيبات اللي كيكونوا ملونين. هنا بالنسبه لهاد التعليكه اللي يعني اللي كندهن بها او كنعمر بها، دائما كنخدم بنفس يعني التعليكه اللي خدمت بها في الحلوه السابقه. نصف كأس نتاع العسل كنوضعوه كيغلي فوق النار، كيغلي واحد الدقيقه، من بعد كنضيفوا له 8 حتى 9 القطع نتاع الشوكولاته البيضاء، كنخليوهم يغليو واحد شي شويه يعني واحد دقيقه باش كيجينا الكراميل ديالنا او التعليكه ديالنا تجينا يعني قابطه في راسها، وكنخليوها تبرد شويه وكنخدموا بها. كتحتفظوا بها في الثلاجه وقت ما بغيتوها كديروها يعني في باماغي او حمام مريم حتى كتطلق راسها وكتخدموا بها. هنا بالنسبه للاشكال الاخرين خديت يعني الشوكولات اللي يعني وجدته من قبل. هنا من الافضل ملي تكونوا باغيين تخدموا الصابلي تاع الشوكولات ديروا الشوكولات من قبل يعني باش تسهل عليكم الخدمه.
وكنزين بهذه الطريقة هذه. بالنسبة لداك النوع ديال الشوكولات اللي نصف اسود ونصف ابيض، فاش كتكونوا مذوبين الشوكولات ذوبوا الشوكولات الابيض والاسود في مره، ومنين تاخذوا الاطار ديالكم فاش تشكلوا الشوكولا خويو نص بيض ونص كحل كتحصلوا على هذا الشكل هذا. وهذا الشكل الثالث اللي كذلك وضعت له الشوكولاته وزينته بشويه القوقعه مهرمش من الجوانب. هنا بالنسبه للتعليكه الا بغيتو فيها الالوان، غتاخدوا الى عندكم الجليكوز 2 معالق كبار نتاع الجليكوز و2 معالق كبار نتاع الناباج، كتوضعوهم يغليو مزيان فوق النار وكتضيفوا ليهم النكهه اللي بغيتو او اللون اللي بغيتو. بالنسبه الى كتبغيو الالوان في الصابلي، يعني من الافضل يعني تاخذوا نفس الكميه اللي خديتو من الناباج هي اللي تاخذوا من الجليكوز، وكتضيفوا لها الملون اللي بغيتو. وهنا هادو هما الاشكال اللي حضرت معكم، ساهلين اقتصاديين كيخرجوا كميه كثيره. انا خرجت ليا كميه مضاعفه، يعني نفس هاد الكميه اللي خرجت ليا مضوبله على 2 مرات. كيجي ناجح كيبقى مقرمش مده طويله. كنتمنى تجربوا هاد الصابلي ونال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد.